هقول لك على 5 علامات لو حسيت بيهم اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أراد لك الخير في الدنيا والآخرة. ال5 علامات دول لو موجودين فيك يبقى استبشر بالخير في الدنيا والآخرة. اسمعهم بقلبك وشوف الخير اللي بعته لك ربنا سبحانه وتعالى لحد عندك. العلامة الأولى استمرار النية للتوبة. كل ما تعمل ذنب أو ترتكب معصية بتلاقي نفسك بترجع بسرعة، وتلاقي حاجة جواك بتقول لك أنت مقامك أكبر من كده عند ربنا سبحانه وتعالى. ارجع وتوب. التوبة هي الحبل الوصل بينك وبين ربك. العلامة التانية الندم وخنقة الصدر. ما بقيتش تنبسط بالذنب زي زمان، تعمل الغلط ومن هنا تبدأ خنقة الصدر. ربنا ما خلاش الذنب حلو في عينك عشان تزهق منه وترجع للي خلقك. العلامة التالتة إحساسك إن الموت قريب منك في كل لحظة. بتفكر دايما في الموت، خايف تقابل ربنا وانت مقصر في حقه. الإحساس ده هو جرس إنذار بيقول لك استعد، لسه في وقت. العلامة الرابعة كرهك للذنب رغم ميل نفسك ليه. بقيت تقرف من الذنب حتى وانت بتعمله، نفسك بتميل ليه بس روحك خلاص كرهته. الصراع ده معناه انك انضف بكتير من الغلط اللي انت بتعمله. العلامة الخامسة احساسك دايما ان ربنا مراقبك. بقيت بتحس دايما ان ربنا مطلع عليك في كل لحظة. الخجل من ربنا بقى بيطاردك في خلوتك. الشعور ده معناه ان ربنا جنبك وشايف جهادك ومستني توبتك. يا صاحبي لو عندك علامة واحدة من دول فأبشر، ربك لسه بيحبك ومستني توبتك ورجوعك إليه. ما تأجلش الرجوع، لأن اللي ناداك بالعلامات دي إنه أراد لك الخير في الدنيا والآخرة. تفتكر أنهي علامة فيهم هي اللي بتطاردك بقالها فترة؟ اكتب اللهم ردني إليك ردا جميلا في الكومنتات، وشارك الفيديو مع حد عزيز عليك عشان يرجع لربنا سبحانه وتعالى.